السلام عليكم. في الفيديو ده هخليكي مستحيل تشتري الفراخ المشوية تاني من بره بنفس الطعم ويمكن أجمل بمليون مرة. هنعملها بخلطة سهلة وسريعة وبسيطة. هنشويها في فرن البوتاجاز، وكمان هقولك على البدايل اللي ممكن تستخدميها في الخلطة لو مش موجودة عندك المكونات اللي هقولها. صلي على النبي وتعالي ندخل على الفيديو على طول ونشوفوا الطريقة. دي فرخة بوزن 2 كيلو ونص، أنا هقطعها شيش. تمام كده، ممكن تقطعيها بأي تقطيعة انت تفضليها وعايزة تشويها بيها. كنت تشويها كاملة كمان بنفس الخلطة وتكون تحفة. الفرخة بتاعتي كده قسمتها من الظهر نصين، وببدأ أفصل الورك كده عن الصدر عشان نقطعها شيش. هقطع كده كل جزء منها، يعني هقطع الورك ده ل4. قطعت الدبوسة كده وقطعت حتة تانية، والجزء ده كده بقسمه لقطعتين. كده قطعنا الورك 4 قطع، والصدر هنا هنقطعه ل6 قطع. ببدأ أشيل الجناح وببدأ أفصل الجناح كده عن الدبوسة بتاعة الكتف، ومن هنا كده افتحي الصدر بس ما توصليش يعني الفتحة كده للآخر، وابدأي قطعي كده الصدر قطع. بتكون تحفة وبتكون مستوية وشاربة من التتبيلة أكتر، عشان أنا مستعجلة مش هنقع الفرخة في التتبيلة، فبتكون أفضل يعني التقطيعة دي. خلاص هاخدها بقى أغسلها تاني. التتبيلة بتاعتنا ديت بصلاية كبيرة، حطيتها في شفشة الخلاط بنص كوباية مية وفرمتها. عليها كده ربع كوباية من الزيت، وعليها معلقتين كبار من دبس الرمان، معلقتين كبار من الصويا صوص أو 3 معالق من الصويا صوص، وهضيف عليهم كمان ربع كوباية من الخل، معلقة كبيرة من الصلصة، نص معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة ونص من الملح. والملح يا جماعة حسب الرغبة. دي بقى معلقة كبيرة كده من توابل الفراخ أو توابل اللحمة الموجودة عندك استخدميه. ما عندكيش صويا صوص ضيفي عصير ليمونة كبيرة، ما عندكيش دبس رمان تقدري تضيفي معلقة عسل كبيرة، والمش عندك استغني عنها. تمام كده، ادي الفراخ بتاعتنا بعد ما غسلناها وصفيناها حلو قوي. هبدأ بقى اقلبها في التتبيلة دي. عايزة اقول لكم التتبيلة دي خطيرة. بلاش تعصري المية اللي في البصل وتحطي مية البصل بس، لا، فرميها في الخلاط. لما تبقى معاكي عصير هتديكي طعم افضل للفراخ. هجيب بقى صينية كده واضيف فيها كوباية من المية، وعلى رشة كده من البهارات اللي احنا استخدمناها، ورشة من الملح علشان هنسوي فوقيها الفراخ. انا عندي الشبكة بتاعة الشوي، لو مش موجودة عندك تقدري في الصينية عادي ترصيها وتدخليها الفرن. تمام كده، هبدأ بقى ارص الفراخ بالشكل ده في الشبكة دي. بكل سهولة، الموضوع سهل وبسيط. خلاص خلصت الكمية كلها. عايزة اقول لكم الفرخة ما شاء الله عاملة كمية كبيرة يعني بالتقطيعة دي. هبدأ بقى اقفل كده على الشبكة ومشغلة الفرن على درجة حرارة. لا، شوية الخلطة اللي فاضلين دول برضو هضيفهم، معلش كنت نسيتهم. هيدوكي طعم اكتر كده للفراخ، وهيخلوا الفراخ معاكي طرية. المية اللي احنا حطيناها في الصينية دي هتتبخر، فهتخلي الفراخ تستوي معاكي وما تكونش ناشفة، هتبقى طرية جدا معاكي ومستوية كده ولذيذة جدا. شغالة الفرن بقى على درجة حرارة 200 على الرف فوق النار برف. النار برف كده. هشغل الفرن من تحت بس مش هنشغل الشواية. هتاخد معانا ساعة وربع أو ساعة ونص على حسب حجم الفرخة، تطلع معاكي بالجمال ده. تحفة، ريحتها حرفيا كانت قلبة الدنيا. طعمها حلو قوي 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 قوي. تقدري بقى تقدميها مع مكرونة، مع سلطة طحينة وعيش وشيبسي وسلطة، زي ما تفضلي قدميها مع رز زي ما تفضلي. طعمها حلو قوي، جربوها. لو عجبتكم الوصفة بقى شيروها كده لأصحابكم. الوصفة تستاهل اللايك بجد، لو جربتوها تعجبكم قوي. طرية جدا زي ما انتوا شايفين الفراخ، ومستوية وطعمها أفضل من الجاهز مليون مرة.